قصر كبير، كان البيت كله مليان بالبلالين. فالنهارده يوم مش عادي. النهارده يوم عيد ميلاد سيدة القصر ده، اللي كل سنة جوزها بيعمل لها أحلى عيد ميلاد وعيلتها بيحتفلوا بيها. كانت نازلة وهي لابسة فستان أسود طويل وحاطة ميك اب هادي على ملامحها البريئة، وقربت عليهم والفرحة كانت باينة في وشها. انت طالعة زي القمر يا صبا. انت عارفة أدهم لما يشوفك هينسى الدنيا وما فيها. صبا وعينيها بتلمع بالعش. أنا اللي عينيا هتطلع من مكانها. ضحكوا كلهم وحماتها قربت منها بحب وحضنتها. ايه ده؟ هي مامتك هتاخدك مني ولا ايه يا صبا؟ لا يا بنتي، ما فيش حد هيقدر ياخدك يا مرات ابني. انا مش عارفه ادهم اتاخر ليه لحد دلوقتي، وهو قايل ان اول واحد هيجي في الحفله ويحتفل معاكي يا قمر. لما اشوف ابنك ده انا هعلمه الادب على تاخيره ده. كانوا كلهم بيضحكوا على كلام